اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ده يا بنات كان قرنبيط بايت عندي من امبارح. الولاد ما بيحبوش ياكلوه، انا بحبه بصراحة وجوزي بيحبه، بس ولادي ما بياكلوش القرنبيط او النوع ده من القرنبيط. بياكلوا نوعين بس اللي انا بعملهم، في نوعين انا بعملهم فهم بياكلوه. تمام. النوعين دول نوع انا اللي انا عاملاه لكم دلوقتي دوت بالقرنبيط البايت، وفي وصفه سايباها لك في اخر الفيديو، سايبه لك حته منها كده علشان تشوفيها. ده برضو قرنبيط جديد، نوع جديد برضو انا عاملاه. دول نوعين من القرنبيط، حاجه جديده محدش اقسم بالله ما حد عملهم على اليوتيوب نهائي. فانت كملي معايا الفيديو كده للاخر عشان تستفادي منه. بجيب بصلايه مفرومه وبنزل فيها في طاسه فيها ماده دهنيه على البوتاجاز، ايا كانت الماده الدهنيه، زيت، زبده، سمنه، المتوفر عندك. انا عندي زيت. بسيب البصل لحد ما يدبل معايا كده، وبروح نازله بيه بمعلقه توم مفروم صغيره خالص. تمام، معلقه صغيره خالص او ربع معلقه كبيره من التوم المفروم. احنا مش هنكتر توم لان القرنبيط اصلا فيه توم، او القرنبيط البايت فيه توم. انا مش عايزه التوم يتحروق معايا. التوم انا يا دوب الريحه بتاعته بتطلع على طول، وبنزل بالفلفل الاخضر زي ما انتوا شايفين كده. انا ما بحبش اطول عليكم الفيديوهات بتاعتي. اقسم بالله احلى نوعين من القرنبيط هتاكليهم النوعين دول اللي انا عاملاهم. نوع دوت اللي انا جايبه لك الطريقه كلها، النوع الاولاني. اما النوع التاني دوت كنت انا عاملاه على القناه قبل كده، بس الفيديو ما طلعش للاسف لان محدش عمل له لايكات، فالفيديو ما طلعش. فياريت يا جماعه تراعوا التعب اللي احنا فيه. اقسم بالله انا بسجل الفيديو والساعه عدت 2 بالليل. ضغطولي بقى على اللايك، يعني اي واحده محترمه دلوقتي بتتفرج على الفيديو تنزل تضغط لي لايك بس علشان احس بالتعب اللي انا تعبته. فجيب بعد كده حبايات من الطماطم، من 3 ل4 حبايات. لو عندك 3 قطع قرنبيط زي اللي انا عملتهم دول يبقى من 3 ل4 حبايات من الطماطم، او كتري، لان ولادي بصراحه مسحوها ويا ريتني كنت كترت. تمام. هتقعدي تحركي فيه كده. اول ما الطماطم بتبتدي تدبل معايا زي ما انتوا شايفين كده، انا بضيف كوبايه ميه صغيره فيها. ضيفي كوبايه ميه دافيه. مش عايزه اقولك نوع القرنبيط اللي انا عملته ده حلو جدا جدا جدا. آه اللي يعني بصي مش عايزه اقولك عليه، يعني اتنسف احلى نوع قرنبيط انا عملته بصراحه. اول ما الطماطم بتبتدي تعمل معايا كده، بتظبطي الملح بتاعك. قبل الملح دي ربع معلقه سكر يا بنات. عايزه اقولك اي نوع صلصه بتعمليها حطي فيها ربع معلقه سكر، بتخلي الصلصه اقسم بالله حلوه جدا. صلصه مكرونه، صلصه طبيخ، صلصات زي كده، طواجن، اي حاجه. بتظبطي الملح وبتحطي كزبره ناشفه وكمون، بس مش عايزه اي حاجه تانية ولا اي بهارات تاني. هو يدوب ملح وكمون وكزبره ناشفه. والكمون انا ما بكترهوش لان برضو القرنبيط كان واخد كمون، ولو كترت الكمون بيعمل مراره في الاكل لو كتر معاكي. حاولي تخلي ايدك ميزان في الاكل. خلاص انا كده وصلت للمرحله الاخيره، وبجيب القرنبيط وبرصه في طاجن زي ما انتوا شايفين كده. ما تسيبيش الفيديو، مش قلتي خلاص ده في طاجن هتعمله في طاجن، لا انا عايزاكي تشوفي الطاجن لما يطلع شكله عامل ازاي. غير ان الطاجن لما يطلع تشوفي شكله عامل ازاي، لا كمان انا عايزاكي تشوفي الوصفه التانية، برضو وصفة جديدة جدا 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 على اليوتيوب ما شفتيهاش قبل كده للقرنبيط، برضو هتعجبك وهتعجب ولادك. غير الطريقة الاعتيادية اللي احنا بنعملها او المعتادة اللي احنا بنعملها. انا بنزل الصلصة اللي انا عملتها كده في الطاجن، وبحط الطاجن في الفرن. مش عايزة اقولك بصراحة، اقسم بالله والله العظيم تاني الطاجن اتنسف. ولادي اكلوه وحبوه جدا. قالوا لي يا ماما كنت كترتي، قلت لهم ما انتوا اللي ما بتحبوش القرنبيط. قالوا لا اعمليه لنا يا ماما بالطريقه دي وهناكله كده. انا خلاص هحطه في الفرن. هنا طلع من الفرن يا بنات، مش عايزه اقول لك الطاجن عامل ازاي، والله العظيم تحفه. بس انا عايزه حد يقدر التعب اللي احنا بنتعبه.
يا ريت كده بس تضغطوا لي بلايك، شجعوني، لان في اكلات حلوه واكلات جديده. يعني حتى اخواتي بيقولوا لي المشكله ان انت بتعملي اكلات من مخك جديده احنا ما شفناهاش وبتطلع حلو. معايا برضو قرايبي بيقولوا لي انت بتدخلي تعكي في المطبخ بس الاكل بيطلع تحفه. فعلا انا بدخل في المطبخ ويعني مش عايزه اقولك بعمل ايه، بس في الاخر في النهايه الاكل بيطلع حلو جدا. انا عايزه ادوق بس الاكل، والاكل سخن، الطاجن سخن، بس بصراحه الطاجن من الاخر والله العظيم طعمه حلو جدا. اللي عايزه تمشي الحته دي وتشوف اخر حته الفيديو، هي يعني الحته اللي فاضله مش كتيره، عايزاك تشوفي الطريقه التانية بتاعه القرنبيط الجديد التاني. ممكن تمشي الحته دي لو عايزه تمشيها وتشوفي الحته التانية. يعني شفتوا انا يعني خايفه عليكم ازاي، مش عايزاكم تزعلوا من الفيديوهات بتاعتي. ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات يعني انتوا بتحبوا تسمعوا ايه، روتينات، بتحبوا يعني اكلات حلويات كده. يعني اتكلموا معايا في الكومنتات، قولوا لي انتوا بتحبوا اكلات ايه، بتحبوا ان انا اعمل روتينات هعمل روتينات، اغسل مواعين هغسل مواعين. بس انا عايزه يا بنات يعني ساعدوني بالله عليكم، خلوا القناه بتاعتي تطلع شويه. ده النوع التاني يا بنات من القرنبيط اللي انا قلت لكم عليه. النوع ده حلو جدا 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 كمان. انا بشيل العروق اللي من تحت زي ما انتوا شايفين كده. انا بس مسرعه الفيديو ومش هجيبه لكم للاخر، انا بس عايزه اقولك اول الطريقه وخلاص. بفضل اهرس في القرنبيط كده اهو معايا زي ما انت شايفه، بتهرسيه خالص. اول ما بيتهرس معاكي خالص كده اهو، دي كانت عجينه طعميه عندي. انا باخد نص الطبق ده من عجينه الطعميه وبضيفه على القرنبيط. مش عايزه اقولك كمان الطريقه دي حلوه. اكيد انت دلوقتي هتقولي فعلا حلوه، لان كل الولاد بتحب الطعميه. فلما تضيفي القرنبيط وسط الطعميه بيديله قيمه غذائيه عاليه وما بيبانش. وكمان هنحط بهارات حلوه جدا هتخلي القرص او العجه دي يعني مش زي الطعميه ولا زي القرنبيط، حاجه تانية. بتضيفي بيضتين، بتضيفي بصل بودر وتوم بودر وبابريكا وفلفل اسمر، وبتظبطي الملح بتاعك، وكمان بهارات البرجر. بهارات البرجر لما بتضيفيها على القرنبيط، نوع القرنبيط دوت، بتوديلك القرنبيط في حتة تانية خالص زي ما انتوا شايفين كده. وبضيف كزبرة ناشفة، ولو عندك ذرة كمون بتحطيها، ودي معلقة بيكنج باودر. تمام. انا هنا كنت هنسى النشا بس هحطه دلوقتي، وهقول لكم كمان بتضيفوا معلقتين من النشا او معلقة كبيرة نشا. بص كده انا وصلت ازاي، العجينة وصلت معايا ازاي. هنا بقى انا هضيف النشا بتاعتي. عايزة برضو تسيبي الفيديو ماشي، سيبي الفيديو. انت كده خلاص عرفتي الطريقة ازاي. عايزة تكمليها وتشوفي الفيديو لما طلع في الاخر تشوفيه، او عايزة تشوفي شكل العجة طالعة ازاي. انا بعملها كده اهو بالمعلقة يا بنات، وبقليها على طول. يلا بس عايزين نذكر الله كتير ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بتفضلي تعملي كده في عجة القرنبيط دي. أول ما بتحسي إن الوش بتاعها يعني زي الطعمية، تحسيها إنها استوت من فوق أو عملت فقاعات كده من فوق أو خرم، بتروحي قلبها على طول على الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين كده. يعني تصرفي ما ترميش حاجة. وهاتي القرنبيط، والقرنبيط مفيد. اكلي ولادك وغيري لهم الاكلات. ربنا يعيننا على الزمان اللي احنا فيه ده يا رب. وفي نهاية الفيديو استودعكم الله، والى اللقاء باذن الله في فيديو جديد.